جنب. اما بالنسبه لميدو، احمد حسام ميدو وشيكابالا، ده كان محطه بالنسبه لنادي الزمالك واتنفذت كويس. طبعا انا فرحان ان شيكابالا رجع يقف على رجليه تاني ورجع بقى ملتزم وحبوه في نادي الاسماعيلي. انا فرحان لشيكابالا كويس جدا. بس هي الفكره يا كابتن في الاعاره نفسها سببت للاسماعيلي ازمات، فهي الفكره ارجع استعير تاني، طب ليه ما اشتريش؟ احنا معناش فلوس، يعني بامانه معناش فلوس. فهو مجلس اداره فاضل له 4-5 شهور وخلاص المده بتاعته تنتهي، واللي يجي بعد كده او هم لو جم هم اللي يبدا يشتري بقى ويبدا يجيب لعيبه. بس هم السنه دي بامانه جابوا لعيبه كويسين السنه دي. يعني المشكله بتاعت ميدو الاول، نبدا مشكله ميدو. ميدو طبعا ميدو كلاعب كوره لعيب عالمي ولعب في احسن الانديه، ولما جه مدرب بدا مع نادي الزمالك كويس. صحيح. وكان الاسماعيلي بيعمل له الاسم، يعني الاسماعيلي كان عارف بيعضد المكانه بتاعته. يعني لما نادي الزمالك ونادي الاسماعيلي نادي كبير، الاسماعيلي نادي كبير برضه، فدي كانت هتخدم ميدو كتير. ميدو غلط، انا طلعت في التلفزيون ورديت عليه، هو غلط انه عامل حسني عبد ربه كزمايل في الملعب. يعني اتنين بيلعبوا مش مدرب ولعيب. وحسني عمره ما اخطا، يعني حسني بامانه كل ده. انت عارف حسني لما ابقى متعور وانت بتجهزني وانت بتقول انك بتجهزني وانا بلعب، فانا لما كسبان 4 ما تخرجنيش، وانا كسبان 3 ما تخرجنيش. انما وانا كسبان سيبني العب عشان اخد على الملعب واخد لياقه المباريات واخد الضرب واروح واجي. انما ميدو لما طلع حسني اول مره مشي ما سلمش على البنش، ودي كانت غلطه حسني. وبعدين اتخصم منه الراجل، قبل تاني مره وانا كسبان ما تطلعنيش. لما انت بتطلعني يبقى انت بقى مش عاوزني، انت بتقضي عليا. فالغلطه اللي غلطها ميدو ان لما طلع في التلفزيون قال لك يعني يا حسني، لا انت ضيف مهما يكن. انما حسني ده ابن النادي، وحسني لعيب كويس، وحسني خدم النادي ودفع للنادي فلوس وجاب للنادي فلوس. ده هو الفرخه اللي بتبدل لنا بيضه ذهب. حسني عبد رب مدخل حوالي 30 مليون جنيه النادي ده على ايدينا كلنا. وبعدين تنازل عن 4.5 مليون جنيه. انما لما تخرج تقول ده بياخد لازم ياخد فلوسه وصرف جوه النادي حتى الجيم. وبعدين يا حسام لما واحد يعني يتنازل النادي ب 4 مليون جنيه ونص، دي فلوس ولاده طبعا. انما لما تيجي تتعاقد معايا من جديد لازم اخد حقي. وانا هلعب على النوته، ما انا برضو ليا وقت معين وليا سن معين ان فهي ميدو انسان كويس ومهذب وابن حلال وهيبقى مدرب كويس. بس غلطته انه يعني اتعامل مع ميدو كلاعب. لا، انت عندك اوضه وانت راجل مدير فني وهو بيلعب عندي، انا عارف امتى لعبه وامتى ما لعبوش. انما اللي تتاخد على ميدو انه طلع في التلفزيونات بقى اتكلم كلام سيء على حسني. حسني مش كده، حسني انسان كويس وطيب جدا. يكفي انه عامل في بلده عامل جامع. يعني مفيش واحد بيعمل جامع ويبقى اخلاقه يعني انا ما بشكرش في حسني، انا بديله حقه لانه ما تخرجش تتكلم عليه بالطريقه دي. يعني كان اتمنى هو اخذ عقوبات شديده